السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات المحلية والعالمية، زي تطبيقات العقارات وتطبيقات السيارات أو التطبيقات اللي بتسرق بياناتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق أبشر. تطبيق أبشر هو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد في المملكة العربية السعودية. التطبيق ده من أهم التطبيقات اللي ظهرت في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وده بيخلي هويتك على تليفونك، وتقدر عن طريقه ان انت تعمل كل الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تطبيق أبشر مدعم باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وبيخليك تستفيد من العديد من الخدمات المقدمة عبر التطبيق. التطبيق ده مش للسعوديين فقط، ولكن للمقيمين كمان والجنسيات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية. أهم ما يميز تطبيق أبشر إن هو بيعرفك كمان التطعيمات اللي انت قمت بيها أيام كمان الكورونا. كان تطبيق أبشر ده مهم جدا، أي مكان تدخله لازم تبين على أبشر انت أخدت التطعيمات دي ولا لأ. تقدر عن طريق تطبيق أبشر إن أنت تعمل كل خدماتك الحكومية وأنت موجود في بيتك، عن طريق إن أنت تجدد الإقامة وتحجز الطيران وتصاريح السفر، وتقدر تدفع المخالفات المرورية وتستعلم عنها. كل خدماتك داخل المملكة العربية السعودية تقدر تقوم بيها من عن طريق تطبيق أبشر. تقدر تحمله بسهولة جدا. تقييمه 4.6 وحجمه 109 ميجا بايت، وحجم عدد التنزيلات ليه أكتر من 10 مليون عملية تنزيل تمت ليه داخل المملكة العربية السعودية. تطبيق أبشر هو تطبيق تحقيق الهوية الوطني اللي أصدرته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهو تطبيق مهم جدا وموجود على تليفون كل المقيمين في السعودية. لو أنت في السعودية حمل التطبيق ده. أتمنى أكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت التعليقات دي إيجابية أو سلبية. وكمان لو الفيديو ده ظهر عندك بعد فترة ولقيت ان حصل تجديدات على التطبيق، ياريت تبلغنا عشان نعمل لك الفيديو تاني بشكل افضل. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد في عالم التطبيقات، ونوصله لك بشكل سهل وبسيط.